عند مقاطعة أغلب العائلات الجزائرية له، بل تعدى ليصبح محل سخرية، وهو ما وقفنا عليه حين اقترب فريق النهار من المواطن ليعرف كم من حبة موز تناولها منذ بداية سنة 2017. نتابع مع عبد النور رحاب. البنان ما شيخش، ما كليتوش كاع. البنان ما نعرفوش. اول بنان ماشي حمدو فلان هي بنان مال. بنان. البنان. وين بنان؟ غالي بزاف، غالي بزاف. غالي بزاف. غالي ما كليتوش كاع، ما كليتوش. الموز لمن استطاع إليه سبيلا، عندما يصبح الموز كعملة صعبة. هذا ميساج ماشي رجال، هذا ميساج للكورة، لكن نتو غير نتوما جيران الله ينعن بوها زورة، متأهلتوش المونديال وليتو كشي كلبة مسعورة، العساد والحقد فيكم بانوا هادشي غير بسبب الكورة، مالكم لهاد الحالة، تحية للكاميرون اللي لاحتكم الزبالة، كتقارنوا راسكم معانا واش ما كتحسوش بالفرق، فاش كتهضر في المغرب ربي تا كتبان حماق، قول لي شنو السبب اللي مخلي المغرب داير لك عقدة، وقبل ما تهضر فينا صادقة هاد سنانك بعدا في قطر حققنا الانجاز وانتوما مسيطر لينا قردة، غنقولها لك بشويه نبوسو يد الملك وما يحكمناش خايب بالسميه. سي تري جونتي مي سي با غاف افيك. قبل ساعات من افتتاح بطولة الشان على ملعب نيلسون مانديلا بيصبغوا الجازو بالاخضر، الجازو الاصفر النجيل الاصفر بيصبغوه اخضر استعدادا للبطولة. ومش بس كده، ده جابوا القنوات تشوف الفضيحة، الغباوة أكبر عدو. شوف واستنى. نحن الآن معكم مباشرة من ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة، وننقل لكم هذه الأجواء الجميلة والمباشرة من هذا الملعب، حيث تتم اللمسات الأخيرة والاستعدادات الأخيرة قبل التدشين الرسمي لهذه المنشأة الرياضية الجميلة. ننقل لكم هذا مباشرة من أرضية ميدان ملعب نيلسون مانديلا التي تبدو في كامل استعدادها وفي أرحى حلتها لاحتضان مباريات الشان في أحسن الظروف، أرضية مهيئة بشكل جيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخير، لباس عليكم. زي ما قلت لكم الغباوة أكبر عدو. راحوا يوروا العالم إن إحنا مش زي ما الدنيا بتصور لنا وبتشلحنا وفاشلين. تعمل إيه يا ودي؟ أعلم عليها. عملت إيه يا عم؟ قال لك قبل ساعات من افتتاح، قبل 36 وما قالوش ساعة، قبل 36 من افتتاح الشان. 36 دي لا مؤاخذة يعني مستشفى المورستان في المغرب. قبل 36 من افتتاح الشان. ايه يا ودي؟ شوفوا الاستعدادات في اكبر ملعب واحسن ملعب والملعب المتطور والملعب العظيم. ايه يا ودي؟ الجازو باين، النجيل في الملعب، حته خضراء وحته صفراء، والحته الخضراء دي رايحه جايه عليها الماكينات تظبطها وتصبغها وتبططها وترجع يصبغوا اللي بعدها وهكذا. هذا النظام الفاشل في دولة الفشل في الفقر المدقع العكر على الخنونة. اقول لك بقى ايه مفردات من دي كتيرة. قبل ساعات من افتتاح البطولة، طب انت جايب الناس توريها؟ طب انت رايح تصور بالكاميرات؟ اهي واضحة مليون المية. الملعب اخضر فاصفر، الاخضر ماشي عليه الماكينات بتصبغه وتبططه، والاصفر باين. ما هذا البؤس؟ ده باين اهي، وجايب الكاميرات وتصور. المشكلة انك تكون غبي. ما هو ده اللي بنقوله، مفيش حد مؤهل في البلد دي ولا حد عنده مهنية في البلد دي راح يعمل لايف. هيحذفوه بعد شوية، اول ما هيلاقونا اتكلمنا عنه هيقوموا حذفينه على قناة الشروق. ايه ده؟ ده الملعب الطرارات نيلسون مانديلا. ده انتوا نفختونا بمانديلا. ابو راقي اللي بقى مانديلا، ومانديلا اللي كان ابو راقي، وشوف ابو راقي اللي كان مانديلا، ومانديلا اللي كان براقي، وهو نفسه براقي ده اللي كان قبل كده وزير السعادة بتاعهم بالماضي. قال لك انه ملعب حالته سيئة وحالته صفة براقي ده هو نفس الملعب، بس الحمد لله صبغنا الجازو اخضر. سياسة الفشل.
والله العظيم مصبوغ اخضر، بيصبغوه اخضر اهو، باينه وواضحه وضوح الشمس. نصه اصفر والحته اللي هم بيعملوا فيها مخضره، وحته تانيه الناحيه التانيه واضح انهم عملوها مخضره، فاضل نص الملعب. ويرشوها اخضر ويلعبوا تاني يوم يرشوها اخضر ويبططوها. فشل. قاعدين يرقعوا في الملاعب سنه 2023. مع انك لو شفت العراق دلوقتي عامله كاس خليجي، بيلعبوا كاس خليجي حاجه، والعراق يعني وفيها مشاكل وفيها اضطرابات وفيها بتاع، لكن حاجه ملاعب ما بيتكلموش عن الملاعب. العالم كله تجاوز الكلام عن ملاعب. مفيش دوله فقرانه قحطانه كحيانه لسه بتتكلم عندي ملاعب ولا ما عنديش. ونيلسون مانديلا ولا براقي، وبراقي اللي كان نيلسون مانديلا، ونيلسون مانديلا سميناه مانديلا عشان المانديلا خد الرجله من عندنا، وبلا بلا 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 بلا. والنتيجه ايه؟ رقع. النتيجه رقع. عكر على الخنونه، عكر على الخنونه. بلد ما فيهاش حد مؤهل، بلد الفشل بينضح من كل مكان، بلد بتصرصر وتخرخر فشل، بلد اذا كان عنوانها شنقريحه وتبون فعايزه تبقى ايه؟ ده كده حلو قوي، ده كويس ان فيها ملعب. يا ودي انت فقران وقحطان ومش عارف الجازو تزرعه. عمري ما شفت سياسه رش الجازو بالاخضر اللي عند الفقراء دول، البؤساء دول، في دول زي دولنا دي بمناخها بامكانياتها الطبيعيه المفروض الجازو بيبقى اخضر. ده احنا في الشتاء، امال لو في الصيف كنت عملت ايه؟ يا ودي يا ودي يا بائس يا شنقريحه. شوف هتفضلوا كده اهو طول ما شنقريحه ده قاعد هو وهذا العبد مجيد. عبد مجيد معرفش ايه وشنقريحته، او شنقريحه وعبد مجيده طول ما هم قاعدين بجوج، والله ما هتشوفوا الخير ابدا، والله ما هتشوفوا الا الضحك والبؤس والناس تتفلى عليكم، وبقيتوا مسخره الشعوب ومهزقه الامم. حاجه بائسه بؤس. ايه ده؟ والله اهو وبينقلوا على المباشر ده من الشروق. هتلاقي الفيديو على قناه الشروق، انا جبته لكم بس عشان ايه؟ هيحذفوه لما يلاقونا هم كده، الفيديو اللي نسف عليه يحذفوه. يتصل بيهم شنقريحه يسب جدهم ويقول لهم احذفوا يا بهايم، احذفوا يا بهايم، قفشوا فيه يا بهايم، انتوا مش عارفين بتعملوا ايه. ما انا بقول لك هي الغباوه اكبر عدل، الغباوه اكبر عدل. ازمه الناس دي مع الغباوه، الغباوه دولة كلها غباوة في غباوة. طب انت عمالين نسف عليك وقاعد تفخم وتضخم وقاعد تهنكر، وهتصبغوا قبل 36 من والله كاتب كده قبل 36 من إقامة الشأن ولا من افتتاح الشأن. 36 ايه؟ الله يهديكم. 36 ايه؟ ده مورستان. 36 ده مستشفى أمراض نفسية زي العباسية عندنا كده. قبل 36 البلد كلها 36. انتوا بلد عنوانها 36. المهم قالك قبل 36 بتعملوا ايه يا ودي؟ استعدادات. ايوه يا سيدي، اللي هي ايه؟ بنرش الجازو اخضر، بنرش الجازو اخضر. زارعين نجيل صناعي شكله بائس من ماركه خايبه بايظه بتصفر كل 3 ايام. سهله سهله يعني، مش صعبه. الصرف حاجة بؤس في بؤس. واخد قناة الشروق يصور على المباشر هذه الفضيحة، علم عليها. هيحذفوها بس هو علم عليها وانا شفتها. ما دام شفتها افضحكم بقى واركبكم العملية واتفرج عليكم، لانك فقير بائس، فقير فكريا واجتماعيا وانسانيا وامكانيا وكل حاجه. فقير عادي، الفقر مش عيب، بس العيب انك تبقى مظلوم، تبقى عريان وبتتأمس. عندنا مثلا يقول لك عريان اللي معرفش ايه يحب التأميس. هو انت عريان ومفضوح طب لم نفسك بقى، اتكمش بقى، اشتغل على البلد الاول وبعدين اتفنطز وتعنطز. انما ده براقي اللي كان وزير السعاده لعن جده قبل كده وفضحهم فيه،
فما بقاش براقي، غيروا اسمه براقي بعد ما سفينا عليهم، فقال لك هنسميه نيلسون مانديلا عشان هو خد الرجله من عندنا وسابهم من غير رجله. المهم ماشي يا ودي. وبعدين عاملين حوائط يقول لك، وجايبين بقى مهندس يفلسف الفضيحه دي. كنت نشرت لكم فيديو انا تقعد في الملعب كده تشوف نص وما تشوفش النص التاني، الحيطه تمنع تشوف، لانه عاملينه بمقاييس كده يعني. طشرون، جابوا طشرون من ابو 5 جنيه ده عمل لهم ملعب، ففي حيطه مداريه على صف كامل من او صفين من المتفرجين. فجابوا مهندس في قناه الشروق يفلسف الموضوع ده. دائما معروف في الملاعب في منطقه عمياء، عميت ما شفت يا بعيد، منطقه عمياء ما تقعدش فيها، ما تحطش فيها كراسي، ده لو يعني. انما لا، بتتعمل الحيطه بميل يا مصر، الحيطه بتتعمل بميل يا فاتح. مفيش في اي ملعب في الدنيا هذا الابداع القرقوري الا عندكم. مفيش في الملاعب حاجه اسمها منطقه عاميه، عاميه ما تحطش فيها كراسي، عاميه ما تحطش فيها متفرج يدفع تذكره عشان يشوف نص الملعب بس يا فالح. انما الفشل في كل شيء ومن كل مكان ينضح ويفوح. راح الشروق علمت عليها، نقلتها لنا بالعلالي وبالمباشر. ايه يا ودي الاستعدادات اللي 36؟ هي استعدادات 36 فعلا. ايه يا ودي استعدادات 36؟ بنرش الجاز الاصفر بالاخضر. لا تخرج قبل ان تقول فخس على دي بلد. دي الحكايه. شوفوا على خير. سمعتي كلام كيف يصمت سيدنا الله يطول في عمره، غير انه الملك احنا اصلا في اعرافنا وتقاليدنا اي شخص كبير عندنا كنبوسوا له الدين، فما بالك ملكنا. تخيل معايا دوله في عمرها 50 سنه كتهضر على ثاني اكبر مملكه في العالم بعد بريطانيا، الاسره ديال سيدنا حكمت كثار من 500 سنه مازال حاكمه. فرنسا كتحط لكم واحد فقط في البالي يجيب هذوك 10 عقل من اللي راه والله ورفد وعيط لي رفد تاع 10 الوان. اول حاجه نطلع الجزائريين وتحياتي ليهم وكنبغيوكم كاملين. انا ماشي ضد الشعب الجزائري نهائيا، ولكن واحد الفئه اللي فريمون حاقده على المغاربه. انا ماشي هنا باش نوض الفتنه ولا نهائيا، حنا بغينا باش نصالحوا ما بين الشعوب، باش نخليو داكشي دوك النزاعات وداكشي ما بين الحكومات، وحنا نتصالحوا بيناتنا، لانهم هما اللي باغيين ينوضوا الفتنه بيناتنا. الاعلام ديالكم اما حنا دايرين سياسه طيبه واحد ديال الملك
استعمراتكم اكثر من 100 عام، استعمراتكم اكثر من 100 عام، عذباتكم، خلات ما دارت لكم، درت عندكم الاراضي اللي كنتو دايرين هويه. كاين واحد بارتي كبيره في الجزائر كاين عالميه بسبب فرنسا، عاده بزاف د الحوايج، بزاف د الحوايج، حتى في الكاميرات مسجل فيها بزاف ديالنا. اجهد راه عادي يكون عندكم تما القفطان وحنا القفطان، لان كنا ثقافه وحده، كنا شعب واحد. راه الجزائر حدا المغرب، والجزائر حدا المغرب، حدا الجزائر. نتوما كنتو كتدخلوا عندنا، حنا كندخلوا عندكم عادي عادي عادي. هادشي الرقاده عندكم حنا عندنا عادي، قفطان عندكم حنا عندنا، طاجين عندكم حنا عندنا، كسكسو عندكم حنا عندنا. داكشي اللي عندكم نتوما عندنا حنا، بحال بحال. نحيدو حنا هاد النزاعات، نحيدو هاد المرض. واش نتوما مثلا كنتو في تيران في الماتش الاول ديال الجزائر كتسبوا في المغرب ماروكو، علاش حنا سبيناكم؟ عمر زمان الجزائريين حتى كتسبوا نتوما، حنا ما كنسبوش. وملي كتنوض هنا كتقولوا ما بغيناش بيتنا، حنا فقنا وعقنا، ما بغيناش نكون هادشي اللي حنا خوت. كذلكم على الفئه اللي ضربنا عارف كبيره كتضرب فئه كبيره. حنا نتوما ثقافه وحده، حنا ضربنا الناس عليكم، نتوما نفس البلان، حنا جيران ناطقين، نفس الايديولوجي، نفس الهضره تقريبا، نفس اللهجه تقريبا، نفس الافكار تقريبا، نفس لا مانيير دو بون، نفس كلشي. علاش هاد مراركه وحنا حتى حنا نصل؟ علاش هادشي؟ علاش ما نكونوش خوت نساعدوا بعضياتنا؟ علاش ما يكونش هاد الفكره؟ نتمنى الرساله تكون وصلت. اي جزائري حر يتفرج في الفيديو خلي ميساج يبين بلي حنا راه نحماو نتوما راه غير خوت. هذا هو الميساج ديال الرساله اللي باغي نوصل كمواطن مغربي. عند مقاطعة أغلب العائلات الجزائرية له بالتعثر ليصبح محل سخرية، وهو ما وقفنا عليه حين اقترب فريق النهار من المواطن ليعرف كم من حبة موز تناولها منذ بداية سنة 2017. نتابع مع عبد النور حب. البنان ما شايفش، ما كليتوش كاع البنان ما نعرفوش. اول بنان ما شايفش، دوك من هي بنان. بنان البنان وين بنان؟ غالي بزاف غالي بزاف غالي ما كليتوش كاع، ما كليتوش. الموز لمن استطاع إليه سبيلا، عندما يصبح الموز كعملة صعبة. وعاش المغرب عاش المغرب وبنودي أحلى تحية للمغرب من الحرية، فرقة الدبكة الشعبية. وعاش المغرب عاش المغرب عاش ويا مغربي لا تهتم، وشبابك شرب الدم، بكرة فرنسا بتندم. وعاش المغرب عاش المغرب عاش يابا عاش المغرب عاش المغرب عاش
حافلة اختطاف. زهرة سبوكا قناة ستحملك على بساط اللغة والصوت إلى عوالم مدهشة. أفخم 3 استقبالات في تاريخ القوة الضاربة. قوة ضاربة. استقبال 1000 ورقة. العرب قديما كانوا يستقبلون الضيوف بذبح 1000 ناقة، بينما الجزائر تستقبل ضيوفها بحلوى 1000 ورقة المعروفة بالاسم الفرنسي ميلفاي، حيث تم استقبال الوفد السنغالي المشارك في الشان بحلوى لا يتجاوز ثمنها $4. وكأن القوة الضاربة تحاول تذكيرنا بأيام الطفولة عندما كنا نحضر معنا هذه الحلوى في حفلات نهاية السنة الابتدائية. وما يعزز هذه الفرضية هو وجود عبوات من عصير ماجيرات على طاولة الضيافة. اللاعبون السنغاليون جلسوا على أرائك قديمة جدا تنتمي إلى حقبة حمورابي أو ربما قبل ظهور الحصير والزرابي. الورود الحمراء التي يحملها اللاعبون ليست هدية من حبيباتهم، بل هي هدية من الفتيات الهكاويات اللواتي كلفن بهذا الفعل الشنيع الذي فيه منقصة للمرأة الجزائرية الشريفة. فكيف يصح أن تهدي شابة ضيفا يقاربها في السن وردة حمراء وهي ترتدي لباسا أقرب ما يكون إلى لباس العروس؟ تصرف مخجل يندى له الجبين وتحنى به الرؤوس. هؤلاء ليسوا مهاجرين سريين سيتم ترحيلهم إلى بلادهم، ولا سجناء ذوي سوابق سيتم نقلهم إلى سجن فوكس ريفر الذي يتواجد به مايكل سكوفيلد، وإنما هؤلاء هم اللاعبون السنغاليون الذين تم استقبالهم في الجزائر من أجل المشاركة في الشان. نجوم السنغال يصعدون إلى هذه الحافلة الرديئة الأقل جودة من حافلات الراتاج والزطراب العمومية التي انقرضت في المغرب منذ سنوات عديدة. حافلة برتقالية بلا نوافذ ولا زجاج مرئي، لو لم يطبع عليها شعار الكاف لاعتقدنا أنها حافلة اختطاف. المحيط الذي تتواجد به الحافلة أقرب ما يكون إلى مكب النفايات، أوراق وأزبال في كل مكان، وسجادة بيبسي ولى عليها الزمان. الاستقبال البيستاشي. بعد تتويج المنتخب الجزائري بكأس العرب سنة 2021 تم استقبال الأبطال بصحون مليئة بالفواكه الجافة، الكاوكاو والبيستاش واللوز، يعتقد أنه تم شراؤها من. بالتالي أنا أعتقد أن المشاكل التي يعني تحصل في الجزائر لديها مشاكل كثيرة مع العرب أساسا، فكيف يعني نتأمل بخروج نتائج إيجابية من بلد لديه مشاكل إقليمية، مشاكل مع جيرانه، مشاكل مع مصر، مشاكل مع يعني اليمن، مشاكل مع دول الخليج، علاقات متنامية مع إيران، علاقات مضطردة مع إثيوبيا في مواجهة مصر التي حاولت أن تكون على مسافة واحدة يعني في المشكلة الجزائرية المغربية. أيضا لا توجد علاقات أساسا حاليا أو شبه علاقات مقطوعة بين الشعبين أو بين الحكومتين الجزائرية والمغربية. المفروض أنك أنت يعني حتى تنعش أو ترى بالصدق وتصلح ذات البين أن تبدأ بنفسك مع جيرانك مع البلد القريب منك أساسا. خاطي شوفوا الدخلة هذه صدود عليه. لازم تريح الدور هكذا تدخل داخل. شا عباك شرح صوتي تريح الدور هكذا حتى تدخل داخل. هاوليكس هاي والله صور ابعد ما عندنا في اليوتيوب ما راح نديرها في اليوتيوب. لا ليش هكذا يدوروا فينا كم سنة على دار وش دار سارة سنت تحت الصاد خاطي ريحة هكذا وش معناتها
كي غير بالسبع القروده يوليو يديروا العرس. الحمد لله هذو ما جاوش ودايرين لكم الخلعه راكم تهضروا عليهم مروكي هم ما جاوش هذو مازال ما جاوش. بخصتوا بينا اقسم بالله بخصتوا بينا. واش من دوله كنت ننتمي لها بغينا نفهموا واش من دوله جزائري حر عنده النيف وعنده الرجله ويحشم وما يطيحش وما يسبش. انتم واش من دوله تنتميوا لها؟ عطيلو البنان واش دخل هذه في هذه؟ راهم المغاربه مساكن ما جاوش راهم ما كانش نتوما تحلموا بها. هذا هو نبينوا المغاربه بلي نضاف وخير منكم. نهضر على هذه الفئه هذه. كحل كيما انايا الجزائري اشرف بلادي وما نجيبش السب لبلادي. تحيا الجزائر تحيا المغرب.